لقيتها على سقف المطبخ فوق الخزن ملزقة بنيلونة، عبارة عن شي مثلث مكتوب عليه شي ورق ومحطوط له قفل هيك. شايفة قفل؟ عمل هذا ولا حجاب ولا شو هذا؟ ولا متباركين صحاب البيت انه عندهم بيت هدول الاتراك؟ ما بعرف شي، لقيته ملزق، خايف ليكون سحر او عمل. خرجت فرجيه لشي حدا. تم بمشيئة الله وفضله كشف سحر مدفون من أخطر أنواع السحر، سحر قفل موجود في مطبخ بيتي. تم بعون الله ومشيئته كشف السحر بالصدفة. عملت امبارحة صفوف تعرفوها موجودة على قناتي، أكلة طيبة وشهية، كيك السميد، وبدي أغطيه في هي الصينية بيجي معها غطا بلاستيكي، ما لقيته. عم بدور، قمت نبشت المطبخ كله وما لقيته. قمت رحت أطلع بالخزن بهالمناطق هي، وإذ بكتشف سحر مدفون، يعني وإذ بكتشف سحر موضوع بهي المنطقة. ظهر الخزانة شايفين هون المنطقة هي ملزقة، هون ملزق بلزاق اللي هو عبارة عن قفل وداخله كتابات غريبة. فتحته بعد استشارة الناس، استشارة ذوي الشأن، الشيوخ، الشغلات هي، قالوا لي لازم تقرأ عليه آيات فك السحر. قريت عليه آيات فك السحر، معوذات، وغمرته بمي. هلا بدي أكمل طريقة التخلص منه. هلا بدي كبه وأحرقه، أحرق القفل. اللي عنده طريقة تانية أو ما بعرف إذا له رأي تاني، هلا أنا بشوفوا الفيديو تكون خلص منه. إذا كانت الطريقة صحيحة خبروني عنها. بس بدي أقول كلمة للي عمل لي هذا السحر، إنه يحطه هون بالمطبخ، الله ينتقم منه دنيا وآخرة. الله ينتقم منه دنيا وآخرة. إن شاء الله بنقلب عليه السحر اللي هو عمل علي السحر هاد، ينقلب عليه. هيا حضرت بطل بنزين مشان هلا ارمي هي الفتات الورق المكتوب عليها الكتابات، القفل، هالشغلات هي كتابات مفهومة. بدي احرقه برا في الطبيعة، في منطقة هيك حديقة جنب بيتي. رح انفذ عليه عملية التخلص من السحر بإذن الله. الله بده يبطله. بس بدي أقول اللي عمله الله يصطفل فيك، وإن شاء الله برد عليك السحر أضعاف مضاعفة. الله يجعل كيدك في نحرك. هلا أنا رايح أحرق السحر في منطقة هيك خالية، حديقة وأطول. هون بدي أحرق في السحر بهاي المنطقة. تابعونا لتشوفوا التفاصيل. يلا. دعونا، هي آخر حلقة إن شاء الله بإذن الله باطل. شاركوا هالفيديو مشان كل العالم تنتبه تشيك ببيوتها إذا في حدا عمل له سحر بالبيت.
الحمد لله تم التخلص منه بنجاح.